السلام عليكم، أهلا بكم في الحلقة الثالثة من سلسلة. النهاردة هنتكلم عن واحد من أخطر وأشرس المخدرات في العالم، واللي للأسف لسه منتشر في مصر بشكل كبير. المخدر ده اسمه الشاوي أو الكريستال ميس. الشابو هو نوع من أنواع الميثامفيتامين، وبيجي في شكل بلورات شفافة زي الإزاز، والناس بيشوفوه أحيانا على شكل حبوب كده زي الجليد. ورغم شكله الجميل، لكن الشابو بيأثر بشكل مدمر على الجسم والعقل. يلا بينا مع بعض نتعرف إيه أضرار المخدر ده وإزاي بيأذينا. الشابو يا صديقي هو نوع قوي من عقار الميثامفيتامين، وهي مادة منشطة بتأثر على الجهاز العصبي المركزي. بيشتغل المخدر ده بشكل رئيسي على التأثير على المادة الكيميائية وهي الدوبامين. يا محمد، دوبامين تاني؟ ما انت كلمتنا عنه في حلقة الكوكايين. اقول لك ايوه، وكمان هكلمك عنه تاني. المهم تعالى نعرف الشابو بيعمل ايه. مخدر الشابو بيروح يحفز افراز الدوبامين، واللي بيكون ليه تأثير على سعادتك وانبساطك، وبالتالي الشخص بيحس بالنشوة الشديدة والطاقة العالية. ده ومش بس كده، ده كمان بيمنع إعادة امتصاص الدوبامين، وبالتالي بيفضل الدوبامين في الدماغ ما بيحصلوش امتصاص، فبيقعد لفترة أطول، وده بيخلي تأثيره أقوى، وطبعا ده بيخلي الإدمان يحصل بسرعة. كمان الشابو بيأثر على نواقل عصبية تانية زي النور أدرينالين والسيروتونين، واللي ليهم دور كبير في تحسين المزاج والشعور بالسعادة. الشابو مظبطك اهو من دوبامين ونور أدرينالين ومروق عليه خالص. طيب بيأثر في إيه تاني غير إنه يخليني مبسوط فرحان؟ هقولك بيزود طاقتك وانتباهك، وبيخليك فايق كده ومركز. قبل ما تتسرع في الحكم عليه وتقول إنه مخدر جميل وحلو، خد الكلام للآخر واسمع لآخر الحلقة وأحكم براحتك. الشابو بيخليك تفقد الشهية، ومعظم الناس اللي بياخدوه ما بيحسوش بالجوع أساسا وبيخسوا. وكمان الشابو بيزود ضربات القلب وضغط الدم، وده بيعرض الشخص لمشاكل في القلب ومشاكل في الجهاز التنفسي والرئة وتلفها على المدى البعيد. ومما ننساش الإدمان. الشابو يا صديقي من أكتر المخدرات اللي إدمانه سريع، لأن الشخص بيحتاج لجرعات أكبر عشان تديله نفس التأثير. وكمان مع تعاطي المخدر بشكل مستمر بيسبب تلف دائم في خلايا المخ، وخلي بالك من دائم دي، واللي بتؤدي لضعف في الذاكرة وصعوبة في اتخاذ القرارات ومشاكل في التفكير والتركيز. ثانية يا محمد، انت بتضحك عليا؟ ازاي من شوية كنت تقول انه بيخليني مركز وفايق، وجاي دلوقتي تقول لي بيعمل مشاكل في التركيز؟ ريلاكس كده واهدى خالص. هو بيأثر على تركيزك وقتها بس وبيخليك فايق، لكن بمجرد ما الجرعة تخلص بيبقى عليه العوض بقى في تركيزك وتفكيرك. الشابو كمان بيعمل تلف في الأسنان وتسوس، وده طبعا بسبب الجفاف. جفاف؟ أيوة جفاف. الشابو بيؤدي لجفاف كبير في الجسم والجلد، وجفاف يعني حكة في الجسم وتقرحات على المدى البعيد وجروح. خلصنا بقى تأثيره على جسمنا الخارجي؟ تعال بقى وافرد ظهرك كده واسمع تأثيراته النفسية. الهلوسة يا صديقي، وهو إن الشخص اللي بيتعاطى الشابو لفترة طويلة ممكن يعاني من هلوسة بصرية، بإنه يشوف حاجات مش موجودة أصلا، ويسمع أصوات برضه ملهاش وجود، أو يحس إنه متهدد ومتراقب. وكمان الاكتئاب. بعد ما تأثير المخدر بيروح، غالبا الشخص بيعاني من اكتئاب وقلق واضطرابات نفسية، وده كفيل بإنه يقتله حرفيا. وفي نهاية الحلقة، الشابو من أخطر المخدرات اللي ممكن تأثر على حياتك بشكل مدمر. بيأثر على الدماغ والجسم بطريقة رهيبة، وبيسبب مشاكل صحية ونفسية صعبة جدا. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك، وكمان تشاركوا الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ويشارك في توعية الناس. وطبعا ما تنسوش تسمعوا الحلقات اللي فاتت وتتابعوا السلسلة.